السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين. وحشتوني كتير كتير. أنا ماما نونا، والنهاردة هنحكي حكاية جديدة. يا ترى هنحكي حكاية إيه؟ هنحكي حكاية آدم والبيضة. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه آدم، كان بيحب ماما وبابا كتير، وكان بيسمع الكلام، وكان دايما يا أحبابي مرتب. ولما كان يلعب بأي لعبة، بعد ما بيخلص اللعب بيها يحطها تاني في مكانها، وأي حاجة ماما تطلبها منه كان بيجيبها لها. لكن يا حبايبي كان عنده مشكلة صغيرة جدا. ايه هي؟ ما كانش بيحب البياض. ماما كانت كل يوم تسلق له البيضة الجميلة، وكانت تحطها له في الطبق على أساس إن آدم بياكلها كلها. لكن آدم للأسف يا حبايبي كان ياخد البيضة وياكل منها الصفار، ويروح آخد البياض ورميه فين؟ رميه في الزبالة. ليه كده بس يا آدم؟ قعد آدم يعمل كذا كذا مرة كده. ولكن في يوم من الأيام جه حلم فظيع. إيه هو؟ لقى نفسه قدام بيضة كبيرة. قال لها: إيه ده؟ انت مين؟ قالت له: أنا البياض، وهاجي أكلك كلك علشان انت بترميني في الزبالة. لا 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 لا، ما تكلميش بالله عليكي، أرجوكي ما تكلميش يا بيضة، ده انت جميلة قوي. قالت له: لما انا بقى جميلة بترميني ليه في الزبالة؟ انت بتاكل الصفارة وبترمي البياض. لا 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 لا، طب خلاص سامحيني مش هعمل كده تاني صدقيني. قالت له: يعني آخر مرة؟ قال لها: والله آخر مرة. خلاص يا آدم انت وعدتني. قال لها: أنا وعدتك خلاص. قالت له: خلاص ماشي، لو شفتك تاني بترميني في الزبالة هاكلك هم الهم. قال لها: تاكليني هم الهم؟ قالت له: هاكلك هم الهم وهاكلك كلك. قال لها: تاكليني كلي؟ لا خلاص، أنا هاكلك كلك. قالت له: أيوة كده شاطر. راح آدم صحى من النوم على صوت ماما وهي بتقول له: يلا يا دودو اصحى علشان تاكلوا البيضة. قال لها: أكل البيضة؟ يا ماما هاكل البيضة كلها. قالت له: مالك يا حبيبي؟ راح قال لها: أنا يا ماما بصراحة كنت باكل الصفار وارمي البياض في الزبالة. قالت له: لا يا آدم، كده حرام، في ناس كتير قوي يا حبيبي مش لاقية الأكل اللي انت بتاكله ده، وكده ربنا يحاسبك. لا 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 لا، خلاص، ما أنا شفتها في الحلم وهاكلها كلها. ماما قعدت تضحك ومفكرة إن آدم ما شافش حاجة وإن هو اتهيأله. لكن من بعديها يا أصحابي بقى ياكل البيضة كلها، ما بقاش يرمي أي حاجة تاني في الزبالة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا.